السلام عليكم. وعليكم السلام. علي ابو حاتم. لين ابو حاتم. شو ابو حسين، شايفك عنا بالحاره منوره. ايه والله ابو بشير عنده شغله جاي نتفق انا وياه عليها. ان شاء الله بالهنا. شو ابو بشير ناوي تعمر؟ والله بدي جوز الولد عبال ما نفرح ببناتك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. قلت لحالي اقسم له غرفتين من هالبيت، شو رايك ابو حاتم؟ زينة العال. منين رح تفتح له الباب؟ والله انا برايي انسب قرنه نفتحها من هون. شو رايك نفتح الباب من هون ابو حاتم؟ شو؟ منين بدك تفتح الباب؟ من هون انسب شيء ابو حاتم. شلون هي انسب شيء ابو بشير؟ من هون ما بتشرك البيت وما بيضايقني وبصير لحاله. ما بيضايقك بس بيضايقني الي، لا إلك كرنة غير القرنة. شلون بيضايقك ابو حاتم؟ انا عم بفتح الباب من حيطي مو من حيطك. ما اختلفنا انه من حيطك، بس مالك ملاحظ انه باب بيتك صار مواجه باب بيتي. شو الفرق ابو حاتم؟ نص الحاره بوابه مواجه بعض البعض، هلا بابي رح يضايق؟ اخي انا ما بحب انفتح باب ومواجه بابي. الله يرضى عليك يا ابو بشير، لا إلك كرنة غير هالقرنة. ما محزن تزعل مشان قصة باب بلا طعمة. عمي ابو حسين كسر الله يحن عليك، بس لا يرني غير هاي القرنة بيبعت لك خبر. كسر حاضر. كسر. واقف ابو حسين؟ شو الشغله على كيفك ابو حاتم؟ الباب بده ينفتح من هون، لا تقرني الله يرضى عليك. ها بشير الباب ما بينفتح من هون، ولا يرني غير هالقرنة احسن ما نتزغل. ها شو الشغله على كيفك ابو حاتم؟ على كيفي ونص بشير. صلوا على النبي يا جماعة، فهمونا شو القصة. كسر انت ابو حسين كسر. واقف ابو حسين؟ هذا الباب ما بينفتح ابو بشير. لا سيدي بده ينفتح، نقلت ايه ونقلت لا. والله ما بخليك تفتحه اذا بتروح روح يا لك شو على كيفك؟ اخي خلصونا انت وياه، بس تتفقوا ادهوا لي. روح الله معك. وانا مالي سائل، والباب بده ينفتح من هون، يعني بده ينفتح من هون. صلي على النبي بشير، خلينا نفهم من ابو حاتم ليش ما بده الباب ينفتح من هون. انا يا اخي كل بيتي حريمات، وما بيناسبني حدا يكشف على حريماتي. يعني نحن قليلين ناموس يا ابو حاتم حتى نطلع على حريمك؟ وحياة اللي خلق اليوم ما بينفتح الباب الا من هون، وانا ما راح بسمح لك. وهلا بتشوف. وانا رايح اجيب معمرجي تاني. والله واللي اسمه الله ما بخليك تفتحه اذا بتروح حي. صلي على النبي ابو حاتم، مشان الله صلي على النبي. اللهم صل على النبي العربي. الله يخزيك يا شيطان. حسبي الله ونعم الوكيل. كل شيء بالرواق بصير يا ابو حاتم. وبركي حتى مرأيه انه يفتح الباب، شو بساوي بحالي؟ روح لعند الشيخ عبد العليم، واذا ما اقتنع روح لعند ابو شاب.